السوشيال ميديا بانواعها. يعني حتى البسطاء ما نجيوش من انهم ينضروا منيها. فاحنا لما بنيجي نفتح النهارده صفحه اجندتنا في موضوع كيفيه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بنرحب بحضرتك اولا، اهلا بحضرتك. واسفين لان الوقت الحلقه اتاخر لظروف خارجه عن اراده القناه. لكن بنبدا اول سؤال مع سياده المستشار، ان السكوت على سرقه حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفه رغم محاولاتي استعادتها؟ طبعا اولا انا بحب ارحب بالقناه وبجمهورها وبحضرتك. وطبعا احنا بنشير ان الفتره الاونه الاخيره تقدمت وسائل التكنولوجيا باشكال مختلفه والتطبيقات، وطبعا المشرع المصري كان له دور كبير لتفعيل مواد تصون الحريه. وطبعا الدستور المصري نص في الماده 57، الدستور الصادر سنة 2014، على أن الحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس، وكذلك المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال. القانون جرم إساءة استخدام هذه الوسائل أو الأجهزة المعدة لاستخدام هذه الوسائل بكافة الطرق، وذلك حماية لأن الحرية ليست مطلقة. فالقانون والمشرع تدخل بتجريم وغلظ العقوبة لبعض الأفعال عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها، وتتدرج العقوبة من الحبس والغرامة حتى السجن لمدة 5 سنوات إذا كان الغرض إن إنسان يسجل لأحد السيدات صور أو حاجة ويهددها بالنشر، وذلك لغرض جنسي. فدي العقوبة بتزيد فيها إلى غرامة لا تتجاوز تبتدأ من 20,000 جنيه لغاية 200,000 جنيه، والسجن مدة لا تزيد عن 5 يعني سنوات. فعلا نزلوا غرامات وقانون عاد بينص على طبعا إساءة طبعا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا. والمحكمة الاقتصادية بتصدر أحكام بصفة يومية وأحكام مشددة، وذلك حماية لخصوصيات الإنسان والحد والدرء من سوء استخدام هذه التواصل. واحنا سمعنا عن قضايا أخيرة صدر فيها أحكام شديدة، لأن الجرائم دي خارجة عن تقاليد وقيم وآداب المجتمع المصري ومخالفة لكل الأديان، فكان ينبغي أن المشرع يتصدى ليها والمحاكم بتصدر أحكام رادعة في هذه الجزئية. النقطة الثانية أن وزارة الداخلية خصصت إدارة خاصة اسمها مباحث الإنترنت، وعندها الإمكانيات الفنية والتقنية للوصول إلى معرفة وتتبع مرتكبي هذه الجرائم. طب حضرتك يعني ازاي حضرتك بتقول تتبع الحسابات عشان ان احنا نبتدي ايه نعرف ده حساب مين؟ نعم. طب لو كان الحساب من خارج البلاد ازاي اعرفه، او ازاي ان انا يعني اجرم على اللي خارج البلاد؟ طب اللي داخل البلاد هبتدي ان انا اجرم عليه. طيب حضرتك طالما الجريمة